تخيل إن طبق الكشري اللي بناكله في مصر ب20 جنيه بيتباع في نيويورك بحوالي 10 دولار، يعني ما يعادل حوالي 500 جنيه مصري. القصة بدأت في قلب شوارع القاهرة. الكشري الأكلة الشعبية اللي اتولدت وسط الزحمة في مصر بقت النهاردة ترند عالمي. طبق بسيط من رز ومكرونة وعدس وشوية بصل بتقلية كده، بقى حديث العالم. في مصر ممكن أي حد ياكل علبة كشري بسعر بسيط من محل أو عربية ماشية في الشارع، لكن في لندن ونيويورك نفس الطبق بيتباع من 300 ل 500 جنيه، يعني الفرق فعلا أضعاف. الأجانب بقى لما جربوه اتفاجئوا وعجبهم جدا. الفيديوهات بقى عن الكشري غزت يوتيوب وتيك توك وبقى حديث مواقع السوشيال ميديا عندهم، وفي أجانب بيصوروا الكشري وهم بياكلوه لأول مرة، والانبهار بيبقى باين على وشوشهم. يعني الكشري المصري اتقدم في مطاعم عالمية بشكل مودرن، وفي الآخر هو نفس الكشري اللي اتولد في مصر من مئات السنين. القصة هنا مش مجرد أكل، دي رسالة إن أبسط أكلة مصرية ممكن تنافس في أسواق العالم كله. وبعد نجاح العيش البلدي اللي طلع بره مصر وحقق مبيعات ضخمة، دلوقتي هل الكشري المصري هيكون المنتج اللي جاي اللي هيغزو العالم؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات.